السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي يقدر يعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه ايرن الينز ويب 3 جيم هوم. التطبيق ده مساحته 40 ميجا، محمله اكتر من 50,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بألعاب ويب 3. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تلعب ألعاب الويب 3، وتقدر ان انت تشاهد جميع الالعاب، وتقدر ان انت تستمتع بيها، وتقدر تلعب العاب الانمي والعاب الخيال. كل الحاجات دي بتقدر تلاقيها على التطبيق ده، بتقدر ان انت تحملها، بتقدر ان انت تستمتع بيها، بتقدر ان انت آه، تلعب عليها طول الوقت اللي انت عندك وقت فراغ فيه، والوقت اللي انت حابب ان انت تلعب فيه، والوقت اللي انت حابب ان انت تتسلى فيه. ده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق، ان انت التطبيق عليه مجموعة العاب مختلفة. تقدر تختار اللعبة اللي على مزاجك واللعبة اللي انت بتفضلها وتلعبها في الوقت اللي انت عايزه. ده الغرض من التطبيق وفايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو بعد نزوله فترة طويلة وحمل التطبيق واكتشف فيه ميزة مختلفة او عيب غير اللي احنا بنقول عليها كأنها نزلت يعني في اي تحديث من التحديثات، يكتبها في تعليقات الفيديو كمساعدة منه لأي شخص تاني دخل على الفيديو الفيديو يعني، يعرف ان التطبيق ده تم فيه تحديث واتغير وبقى افضل او بقى اسوأ. واحنا دايما بنثبت التعليقات، سواء التعليقات الايجابية او السلبية. اما لو انت آه لقيت الفيديو موجود على القناة وخايف ان انت تحمله عشان الفيديو موجود بقاله فترة طويلة، ممكن تكتب لي تعليقات اي فيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسمه راجع برامج، وتقول لي شرح التطبيق ده مرة كمان. انزل لك شرح مبسط ومفصل للتطبيق، عيوبه ومميزاته وازاي بيشتغل وازاي بتشترك وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. الكلام ده بنقوله ليه؟ علشان في بعض الناس بنلاقيها كاتبالنا تعليقات على فيديوهات موجودة على القناة بقالها فترة طويلة، بقاله 10 شهور، بقاله سنة، بقاله اكتر من سنة، وبعد ما يحمل التطبيق يقول لي انا بعد ما حملت التطبيق لقيت في حاجات مختلفة عن اللي انت قايلها في التطبيق، سواء الحاجات دي ايجابية او الحاجات دي سلبية. ده ببساطة لان انت حملت الفيديو بعد نزوله، حملت التطبيق بعد نزول الفيديو فترة طويلة. اما لو انت حملت الفيديو بعد التطبيق بعد نزول الفيديو بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات الايجابية والسلبية اللي انا قايلها هي اللي موجودة. انما انت حملته بعدها بفترة طويلة، فخلال الفترة دي بيكون تم في التطبيق تحديثات كتير، قد تكون التحديثات دي ايجابية وقد تكون سلبية. وشكرا، سلام عليكم.